أهلا بيكم في يوميات رؤية ويحيى. يومياتنا عبارة عن يوميات بيت بسيط جدا، هنتكلم في كل أمور الحياة اللي يخص البيت واللي يخص المطبخ. أنا النهاردة كنت في السوق، لقيت الطماطم حلوة قوي. جبت 5 كيلو ب20 جنيه. حطيتها في الحوض، حطيت السدادة وغسلتها مرة واتنين، في تالت مرة ببتدي ان انا احط لها شوية خل وخلاص على كده. بجيب حلة بقى، بقطع فيها التقطيعة اللي انت تفضليها، عايزاها انصص عايزاها اربع زي ما انت تفضلي طبعا. هي كده كده في الاخر هتتضرب في الخلاط. انا هنا قطعتها وحطيتها في الحله، ما بعملش اكتر من كده ولا بحط لها اي اضافات، لا ميه ولا ملح ولا اي حاجه. هي الطماطم فيها سوائل هتنزلها وهتخدم نفسها منها فيها، وهتشوفوا دلوقتي. كل اللي انا عملته اللي انا حطيتها، قطعتها وحطيتها في الحله وهرفعها على النار، بس لا اكتر ولا اقل. هتبتدوا بقى دلوقتي تشوفوا. بصوا الطماطم بعد ما تنزل السوائل بتاعتها اهي، ده كده بعد 10 دقايق. بصوا الطماطم، بصوا نزلت السوائل بتاعتها كلها ازاي، معلش البخار بتاع الحله. انا اول ما ببتدي احطها على النار انا بحط غطا للحله، ما بسيبش الحله مكشوفه. البخار كمان اللي بينزل تاني منها ده بيسرع في عمليه السوى. اهي بقلب بس ما عشان بنقلب عشان ما تشيطش مننا من تحت. بصوا الطماطميه هنا لسه جامده. هغطيها تاني وهسيبها. بصوا هنا بعد 10 دقايق تاني الطماطم اهي ابتدت تستوي خالص خالص خالص. بصوا شكلها اتغير، الميه بتاعتها زادت، الطماطميه نفسها ابتدت تتهرى. كده انا مش هعمل اكتر من ان انا اطفي على النار عليها وهغطيها واسيبها تبرد، لا اكتر ولا اقل. سيبوها بقى تبرد على مهلة. غطيت الحلة وهسيبها بقى تاني. هنا بعد ما بردت خالص بصوا كميتها عملت ازاي. بصوا الطماطم فيها سوائل قد ايه. انا كده كل اللي هعمله اللي انا هاخدها اضربها في الخلاط، ما تحطوهاش في الخلاط وهي سخنة عشان ما يبص معاكم. اهو انا حتى وانا بضربها ما بحطلهاش اي اضافات. هنا انا بصفي بس عشان البذر والقشر. طبعا المصفى تنزل شوية بذر بس مش زي ما تكون انت حطاها على طول يعني، وعشان القشر كمان ما يضايقش معاكي في الطبيخ. انا هضرب الكمية كلها وهتشوفوا دلوقتي اللي هينزل منها. بصوا انا هنا بوريكي اهو، الطماطم فيها مية يعني، حتى وانت بتضربيها في الخلاط مش محتاجة منك سوائل ومش محتاجة منك اي اضافات. هنا انا هضرب الكمية كلها وهصفيها، وهنبتدي نشوف مع بعض اللي هيطلع منها. بس ما بعملش اكتر من كده. كل الإضافة اللي أنا باحطها لها بس باحط يعني ممكن معلقتين سكر عشان يعادل الحموضة بتاعة الطماطم وعشان يعمل لي مادة حافظة بس ليها. أنا هاضرب الكمية كلها وهاصفيها كلها وهارجع لكم. أهو بصوا التقليب هنا أهو، التقليب بس عشان يسرع معانا موضوع إن هي تنزل. طبعا لو بتصفي بقى بمصفى سلك ضيقة عن كده مش هتنزل معاكي بذر خالص، وهتلاقي الموضوع ظبط معاكي. بس أنا عامة بفضل الشغل في الألمونيوم. بصوا هنا اللي طالع منها أهو، شوية البذور على شوية القشر دول، وأهي الطماطم معانا. اللون ده يا جماعة ولا بابريكا ولا بنجر ولا أي حاجة، الطماطم لوحدها بس، طماطم سك زي ما بيقولوا كده. أهو ما بعملهاش أي حاجة، حتى في الضربة ما بحطلهاش مية. أصل هتحطي مية هتبقى الطماطم خفيفة معاكي، بعد كده لما تيجي تطبخي هتعوزي إن انت تسبكيها وتعوزي، فهي كده الطماطم تقيلة. أنا كده بالنسبة لي دي طريقتي. كل اللي أنا بحطه لها معلقتين السكر أهو، دي الإضافة الوحيدة اللي أنا بحطها للطماطم. إلا بقى لو الطماطم في السوق مش حلوة، بابتدي وأنا باغسلها الأول وباسلقها، بابتدي أحط معاها ربع بنجراية ونص بنجراية، لإن البنجر اللون بتاعه بيطغي بطريقة فظيعة، هيديكِ لون صعب. يا إما لو ما فيش بنجر ممكن معلقة بابريكا برضه تضبط معاكِ الموضوع. أهو أنا هنا باقلبها بس بادوب السكر فيها، وهابتدي اللي أنا أعبيها وخلاص على كده، لإن ساعات الطماطم طبعًا بتوصل في السوق ل15 و20 جنيه. ده الناشف اللي طالع من الطماطم، وأهي أكياس أنا عبيت على 4 أكياس، بس الكيس حجمه كبير يعني، أنا الكيس ده ممكن ياخد معايا على طبختين. تنفعك بقى في أكل، في طبيخ، في كشري، في صلصة طماطم، حلوة ومفيدة. استفيدوها اليومين دول.